اسمي إبراهيم بايش، لاعب المنتخب العراقي. مثلت نادي الزهراء، نادي القوة الجوية. أكيد انتقالي من نادي الرياض عن طريق نادي القوة الجوية. شرف إنه في نادي الرياض. أكيد انتقالي من نادي القوة الجوية لنادي الرياض في أولمبياد باريس اللي في فرنسا، عبر طريق وكيل أعمالي دزوا العرض. أكيد أي واحد إنه هو يلعب في دوري السعودي، لأن أفضل الدوريات اللي 6 ولا 5 في العالم. انتقلت نادي الرياض أنه حب التحدي. إن شاء الله يا رب يكون موسم يليق به ويليق باسم نادي الرياض. أكيد هو الحركة اللي خلت إبراهيم باش إنه يجي الدوري السعودي. قلت لك إنه أفضل الدوريات اللي أعتقد اللي في العالم، نجوم عالميين قاعد يجون الدوري السعودي. سبب انتقالي اللي هذا اعتقد انا يمكن اول احتراف لي في نادي الرياض، اول احتراف لي في الدوري السعودي. الدوري السعودي من الدوريات الكبرى، لاعبين على مستوى عالي، بنى تحتيه من اجمل البنى التحتيه حقيقه. راح يكون ان شاء الله انه موسم مميز في نادي الرياض ان شاء الله. يعني بغض عن الدوري السعودي او الدوريات الباقيه، ما جاي ينظرون انه اللاعب العربي بشكل يعني ملفت، انه ينتظرون اللاعب الاجنبي الافضل. فاقول لا، هذا الشيء انه شيء غلط، خاصه انه اللاعب العراقي عنده عزيمه، عنده اصرار، عنده تحدي. فاتمنى من باقي الانديه يعني انه يلتفون اللاعبين العرب، وخصوصا اللاعب العراقي. اللاعب العراقي عنده عزيمه وتحدي. أنا أعتقد أول سنة لي هاي السنة احتراف، اجتنا عروض من غير أندية، بس ما كنت أطلع، يعني كنت جوية لأن أنا أحب نادي القوة الجوية من كنت يعني بصغري. فبقيت كابتن نادي القوة الجوية. فقلت خلنا نطلع هاي السنة إنه أطلع احتراف، أعلن على نفسي إنه هو التحدي باسم إبراهيم بايش. والحمد لله والشكر، هذا أول موسم لي، أول لعبتين 3 لعبات كنت مميز بيه. هو اول شيء ما يصيحوا لي باسمي، يصيحوا لي باسم ابوي بايش. وبعدين طلقوا عليه لقب الجوكر. العب في المنتخب باكثر من مركز، يعني جميع المراكز لعبت فيها في المنتخب الوطني او في النادي. لهذا السبب قاموا يلقبوا لي الجوكر، يصيحوا لي. اكيد، لا ما شاء الله فريقنا هذا الموسم اعتقد يبشر بخير. لاعبين عندنا على مستوى عالي، نوعدهم جمهور نادي الرياض، نوعدهم ان شاء الله يكون موسم مميز يليق باسم نادي الرياض ويليق باسم جمهوره ان شاء الله. اكيد جمهور العراق هو صاحب الفضل على ابراهيم، حقيقه من الخليج لحد الان هم داعمين لي. فاتمنى انه يا رب انه نصعد المنتخب الوطني، نصعد انه الكاس العالم ان شاء الله، ونوعدهم ان شاء الله المزيد من التالق. حبيبي الله يسلمك، حبيبي الله يحب حبيبي.